يا اخي المسلمين دول مالهم المسلمين؟ بيقول لك ان الجزع حل النبي لما سابه وفضل يبكي ويعيط. طب وايه المشكله؟ بقى في نبات بيبكي ويئن ويتكلم؟ هو انت ما تعرفش مش النبات طلع بيتكلم؟ ازاي ده؟ شوف بقى الناس كانت فاكره ان النباتات كائنات صامته، لكن هي بتتكلم مع بعض دايما، وكمان بتتكلم مع البشر، وفي بشر بيتواصلوا مع النبات. وهقول لك ازاي البشر قدروا يسمعوا النباتات. القصه بدات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هاجر للمدينه وبنى مسجد عشان يعلم المسلمين. في البدايه كان بيقول الخطب للمسلمين على جذع من النخل. ناس كثيره دخلت الاسلام، والمسجد مساحته وسعت بسبب ازدياد عدد المسلمين، فالصحابه عملوا منبر جديد للرسول صلى الله عليه وسلم. واول مره ترك فيها النبي الجذع وصعد على المنبر حدث شيء غريب، الجذع بدا يئن ويبكي بصوت مسموع، حتى الصحابه اللي في المسجد شعروا بالبكاء بتاعه، وكأن الجذع بيشعر بفقدان النبي. النبي يوقف الخطبه فجاه وينزل من على المنبر ويروح للجذع ويحضن الجذع، فالجذع يهدأ ويسكت. ويجي بقى في عصرنا الحالي العلم يتدخل. لو سمحتوا يا جماعه انا في شويه كلام محشورين في زوري عاوز اقولهم. عندك في السبعينات مثلا حصلت تجربه مشهوره لعالم اسمه كليف باستر. الراجل ده عالم في موضوع كشف الكذب، فجاب جهاز كشف الكذب وقرر يجرب على النبات الموجود في المكتب بتاعه عشان يشوف ردة فعل النبته لما يسقيها بالميه. والمفاجاه تحصل، الجهاز رصد تفاعل من النبت، حاجة غير متوقعة بالمرة. فقرر يعيد التجربة تاني وبطريقة مختلفة. جاب ولاعة ومسك أحد أوراق النبتة وعاوز يولع فيها، وقبل ما تشتعل فيها النار النبتة تصدر تفاعل تاني بشكل أقوى. النبتة حست بالخطر وأطلق باكستر على التجربة دي الإدراك الأولي. حلو؟ لا مش حلو، العلماء اتجننوا، في ضجة حصلت في الأوساط العلمية في الوقت ده. لكن ده مش كل حاجة، الدراسات الأحدث بتقول إن النباتات عندها طرق تواصل معقدة. يعني عندك مثلا في جامعة زيورخ في سويسرا اكتشفوا إن النباتات بتستخدم مواد كيميائية معينة علشان يرسلوا إشارات لباقي النباتات اللي حواليهم لو حس بالخطر، زي نبتة الطماطم اللي تعرضت لهجوم من حشرة، فبدأ يصدر موجات للنباتات اللي حواليه تحذره من الحشرة، والنبات يتفاعل وينتج مادة سامة للحشرة دي. النبات بيساعد بعضه واحنا لا. ومش بس الحشرات، سنة 1990 في كينيا في غابات السافانا شجرة الأكاسيا، شجرة الأكسيا، المهم شجرة وخلاص، اتعرضت لهجوم من قطيع من الزرافات. الشجرة هتسقط، اطلقت مواد كيميائية في الهواء تحذر الشجر اللي حواليها، والشجر ينتج مادة فيها مرارة علشان الزرافة ما تقدرش تاكل أكتر. ومش بس كده يا برو، ده غير التواصل عن طريق الموجات الصوتية والمواد الكيميائية، في كمان تواصل عن طريق الجذور. في حوارات تاني شغالة تحت الأرض يا معلم. في 2010 في جامعة واجنين في هولندا اكتشف العلماء ان النباتات بتستخدم شبكة من الجذور بيتواصلوا من خلالها مع بعض، وبيبعتوا اشارات تحذيرية تساعدهم على البقاء والتكيف. فركز يا صاحبي مع القرآن والسنة لان فيها كل العلوم.